إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم. فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبرهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين. فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله اهتدى المهتدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر أن الصبر خير لأهله، مؤكدا باليمين. قال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه أوصلاه إلى محل العز والتمكين. فقال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فعقل ذلك عنه المؤمنون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته لأهله، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين. فقال تعالى: والله يحب الصابرين. ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون. فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين. فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون. فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأمر رسوله بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره إنما هو لربه، وبذلك جميع المصائب تهون.
فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها، فلا إيمان لمن لا صبر له، وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف، وصاحبه ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة. فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا، والحق أنها 300 موضع. والصبر واجب بالإجماع إجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. والصبر مذكور في القرآن على 16 نوعا. الأول الأمر به، نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقوله: اصبروا وصابروا. وقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. الثاني النهي عن ضده، كقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقوله: فلا تولوهم الأدبار، فإن تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة. وكقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها. وكقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، فإن الوهن من عدم الصبر. الثالث من الأنواع التي ذكر الصبر عليها في الكتاب المجيد الثناء على أهله، كقوله تعالى: الصابرين والصادقين الآية. وقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهو في القرآن كثير. الرابع إيجابه سبحانه محبته لهم أي للصابرين، كقوله: والله يحب الصابرين. الخامس إيجاب معيته لهم، وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، ليست معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة، كقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: والله مع الصابرين. السادس إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، كقوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقوله: وأن تصبروا خير لكم. السابع إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، كقوله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الثامن إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب، كقوله تعالى: وهو الكريم الوهاب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التاسع إطلاق البشرى لأهل الصبر، كقوله تعالى:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. 10 ضمان النصر والمدد لهم، كقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. ومنه قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. 11 الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم، كقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. 12 الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة بوفائها إلا أهل الصبر، كقوله تعالى: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقوله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 13 من الأنواع التي ذكر عليها الصبر في الكتاب العزيز الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كقوله تعالى لموسى عليه السلام: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله في أهل سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله في سورة الشورى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. 14 الإخبار بأن الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر، كقوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 15 أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. تلا قوله تعالى بعد ذلك: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. 16 من الأنواع التي ذكر عليها الصبر في الكتاب المجيد اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه الله سبحانه باليقين والإحسان وبالتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. لهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الصبر ضياء، وقال كما في الصحيحين: من يتصبر يصبره الله. وفي صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته أن يدعو لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، متفق عليه. وأمر الأنصار رضي الله تعالى عنه أن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض، وهذا في الصحيحين. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر عند ملاقاة العدو بالصبر، وأمر بالصبر عند المصيبة، وأخبر أنه إنما يكون أي الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا أيضا في الصحيحين. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب، فإن ذلك يعني الصبر يخفف مصيبته ويوفر أجره. والجزع والسخط والتشكي يزيد المصيبة ويذهب الأجر. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الصبر خير كله، فقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر، متفق عليه. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا، إذا أمسك به وحبس ثم قتل. ومنه قوله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، وهو 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. أما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، لا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي المواقعة. فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية وعزبا، ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته، وغريبا، والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحيي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا، والمملوك أيضا ليس له وازعه كوازع الحر. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب، وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله جل وعلا. وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس له فيه كسب؟ وكان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل،
فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. والصبر على 3 أنواع: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. فالأول الاستعانة به، ورؤية أنه هو المصير، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة في الصبر، قال فيها رحمه الله: جعل الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بكل منزلة خيرا منه، فهم دائما في نعمة من ربهم، أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. وجعل تعالى أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه، وطرقا يصلون منها إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن إمامهم ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب، ما يقضي الله له من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها، بل هذا داخل في مسمى الإيمان، فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، كقوله جل وعلا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا اعتبر العبد الدين كله رآه يرجع بجملته إلى الصبر والشكر، وذلك لأن الصبر 3 أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن. بحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. النوع الثاني من أنواع الصبر
صبر عن المنهي حتى لا يفعله، فإن النفس ودواعيها وتزيين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها، فبحسب قوة الصبر يكون تركه لها. قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق. النوع الثالث: الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب، وهي نوعان: نوع لا اختيار للخلق فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، فهذه يسهل الصبر فيها، لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره، وأنه لا مدخل للناس فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها، فانقلبت حينئذ في حقه نعمة، فلا يزال هجير قلبه ولسانه فيها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يقوى ويضعف بحسب قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجد أحدنا في الشاهد، كما قال بعض الشعراء: يخاطب محبوبا له ناله ببعض ما يكره، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. النوع الثاني: ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه، في هذا النوع يصعب الصبر عليه جدا، لأن النفس تستشعر المؤذي لها، وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول كما في الصحيحين: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه، فجعل يقول مثل ذلك، فجمع في هذا 3 أمور: العفو عنهم، والاستغفار لهم، والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله، وزيادة محبة الله ومحبة الناس له، وزيادة العلم. لهذا قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين، فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله جل وعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال ربنا جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء: أحدها أن يشهد أن الله سبحانه خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة
إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي سلطهم عليك ولا تنظر إلى فعلهم بك تسترح من الهم والغم. ومما يعين على الصبر على أذى الخلق أن يشهد العبد ذنوبه، وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها، اشتغل بذلك عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار، فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمة. قال علي رضي الله عنه كلمة من جواهر الكلام: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. الثالث من الأشياء التي تصبر العبد على أذى الخلق أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. ولما كان الناس عند مقابلة الأذى 3 أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ بقدر حقه، ومحسن يعفو ويترك حقه. ذكر الأقسام 3 في هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقين، وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. الرابع أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام، يزيدها أضعافا مضاعفة. ويدخل في قوله جل وعلا: والله يحب المحسنين، فيصير محبوبا لله، ويصير حاله حال من أخذ منه درهم فعوض عليه ألوفا من الدنانير، فحينئذ يفرح بما من الله عليه أعظم فرح يكون. الخامس أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا يجده في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى. وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعز الحاصل بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن وهو يورث العز باطنا وظاهرا. السادس وهي من أعظم الفوائد أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، وأن من عفا عن الناس عفى الله عنه،
ومن غفر لهم غفر الله له. فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إساءتهم إليه سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح ويحسن إليه على ذنوبه، يسهل عليه عفوه وصبره، ويكفي العاقل هذه الفائدة. السابع من الأشياء التي تعين العبد على تحمل أذية الخلق أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم. فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه انتقامه لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. التاسع إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ونهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر، ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. لهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن. فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. وإن كان قد أوذي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه. وإن كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر. فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. 11 أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبذل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدافع عن الذين آمنوا. 12 من الأشياء التي يستعين بها العبد على الصبر على أذية الخلق أن يشهد العبد
أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. 13 أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها. فأين من ناصره الله خير الناصرين إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. 14 أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 15 من الأسباب التي يتسبب بها العبد إلى الصبر على إيذاء الخلق وظلمهم أنه ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد. فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. 16 أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج صاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. 17 أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئاته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته. 18 أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفا كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه، وإن سكت هو فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. 19 أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. 20 من الأسباب التي يتسبب بها العبد إلى الصبر على أذية الخلق أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى،
وتلك الأخرى تولد له أخرى وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها. وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. انتهى كلامه في قاعدة الصبر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبالجملة فأصحاب البصائر يرون أن ما أصابهم قد أصابهم بذنوبهم، فلا يتوجهون بالملام إلا إلى أنفسهم، وصبرهم إنما هو على آثار ذنوبهم. قال بعض البلغاء: من خير خلالك الصبر على اختلالك، من خير خلالك الصبر على اختلالك. بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى وإن أمض وأرمض. تالله لولا صبر عمر ما انبسطت يده بضرب الأرض بالدرة، ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه. وقد سمعت من آثار عزمته: لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. فأقبل يوم أحد يقاتل حتى قتل فلم يعرف إلا ببنانه. فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلف والله لا تكسر سن الربيع. بالله عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة. ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي فيه أغاث وأعصر. بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا إن أوجب نيلها إعراض الحبيب، إنما نسب العامي باسمه واسم أبيه، فأما ذو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. قل لي من أنت وما عملك وإلى أي مقام ارتفع قدرك، يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي. بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه، نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي، أو ما لا تصدق الشهوة فيه، أو ما لا تقدر عليه، فهذا ما تترك لأجلنا. كذا والله عادتك إذا تصدقت أعطيت كسرة لا تصلح لك، أو في جماعة يمدحونك. هيهات والله لا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصة، تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك، علما منك بأنك أجير وما غربت الشمس. فإن كنت محبا رأيت ذلك قليلا في جنب رضا حبيبك عنه، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأسباب المعينة على الصبر عامة. لما كان الصبر مصارعة باعث العقل والدين باعث الهوى والنفس، وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر، فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له وإضعاف الآخر. فأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور: أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. الثاني مشهد محبته سبحانه، فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع، وأفضل الترك ترك المحسنين المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد. الثالث مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، إنما يفعل هذا لئام الناس، فيمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه، أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه، فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك، فأقبح بها من مقابلة. الرابع مشهد الغضب والانتقام، فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف. الخامس مشهد الفوات، وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، ويزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا. ويكفي هذا المشهد مشهد فوات الإيمان، الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة. فكيف أن يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال بعض الصحابة: ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة، فإن تاب رجع إليه. صح موقوفا ومرفوعا أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وقال بعض التابعين: ينزع عنه الإيمان كما ينزع القميص، فإن تاب لبسه. لهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: الزناة في التنور عراه، لأنهم تعروا من لباس الإيمان، وعاد تنور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. السادس مشهد القوة والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من ظفره بعدوه من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله. السابع مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها.
وليوازن بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. الثامن مشهد المعية، وهو نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالعامة اطلاع الرب عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله، والمقصود هنا المعية الخاصة، كقوله إن الله مع الصابرين، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضى وطره ونال شهوته على التمام من أول عمره إلى آخره. كيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. التاسع مشهد المعاجلة، وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غره، فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة. فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها، لكن ما يعرفها إلا من جربها. العاشر مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. 11 أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر، فتقوى حينئذ همته. فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله. والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال. لذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة، ومتى عود نفسه مخالفة هواه غلبه متى أراد. 12 كف الباطن عن حديث النفس، وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها، فإنها تصير أماني وهي رؤوس أموال المفاليس. ومتى ساكن الخواطر صارت أمانية، ثم تقوى فتصير هموما، ثم تقوى فتصير إرادات، ثم تقوى فتصير عزما يقتنن به المراد. فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. 13 قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. وليس المراد أن لا يكون له هوى، بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله العبد لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى، والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق، والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى، والجاه إن لم يستعمله صاحبه في مرضاة الله استعمله في هواه وحظوظ نفسه، والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغير الله، ومن عود نفسه العمل لهواه
لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله، وهذا في جميع أبواب الأعمال، فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغير الله، وكذا بالعكس. 14 صرف الفكر إلى عجائب آيات الرب التي ندب عباده إلى التفكر فيها، وهي آياته المتلوة وآياته المجلوة، فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووساوسه. وما أعظم غبن من أمكنه ألا يزال محاضرا للرحمن وكتابه ورسوله والصحابة، فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن، فلا غبن بعد هذا الغبن، والله المستعان. 15 التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها، فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب، فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له، فكيف إذا كان ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم؟ بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه له كان ذلك حسرة عليه وغبنا. 16 تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه، فلعله أن يصادف أوقات النفحات، ولعله في كثرة تعرضه أن يصادف ساعة من الساعات التي يسأل الله فيها فيجيب، فإن من الساعات ساعات لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة، فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه الدعاء، كما قيل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا. ولا يستوحش من ظاهر الحال، فإن الله يعامل عبده معاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله، كما ليس كمثله شيء في صفاته، فإنه ما حرمه إلا ليعطيه، ولا أمرضه إلا ليشفيه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا أماته إلا ليحييه، وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال، كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك واخرج منها، فلك خلقتها وسأعيدك إليها. فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه، فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه تعالى عليه وتبعده منه. 17 أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين، ومحنته بين الجاذبين: جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين، فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى، وكل من قاد إلى الجاذب الأسفل نزل حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. 18 أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع، فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا قابلا ينزل فيه، وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه من الدغل والفساد لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع فكان الحكم له. وهذا كالذي يصلح أرضه
ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث. فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا بحصول الغلة. والله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.